السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حصل مشكلة كده، فكنت ولقيت لها حل الحمد لله، فكنت طالع اتكلم عليها. امبارح الجو كان حر، والنهاردة الجو برد. فالزغاليل بتبقى واخدة ان هي تطلع من الطاجن بشكل مستمر. فلما بيطلعوا من الطاجن ويقعدوا على السلاكة، بيبدأوا ان هم ياخدوا برد ولا حاجة. تمام، بيبقى في زغلولتين. هو في عامة بيبقى في زغلولتين، في زغلولة بتطلع وزغلولة لأ، عشان الطاجن بيبقى حجمه صغير. فاللي انا بتكلم عليه بعد كده لما نيجي، او لما انا اجي اشتري مسائي مثلا او فخار وكده، هشتري الطاجن اللي حجمه كبير. تمام. لان مثلا اهو زغلولتين زي دول بنايدة. تمام. الطاجن يعتبر صغير عليهم، فبيبدأوا ان هم يزقوا بعض ويطلعوا، ودي الفرشة بتاعت الطاجن اللي هي الموكيت عشان البرد. تمام. السبب بقى الرئيسي اللي انا عامل عليه الفيديو النهارده، لما الحضان في اوقات ما بيعرفش يجيب الزغاليل دي، ويجيب عظمهم. تمام. فانت بتعمل ايه؟ يعني انا معايا اكاله كده او مسقه بتاعت عصافير، ببقى على طول بحط فيها بسله، ما بتخلاش من البسله. ماشي، بقوم ماسك اي مثلا زغلول منهم، اول ما اقوم الصبح الاقي معدته فاضيه زي كده. تمام. واقوم مديله كام حبايه بسله كل يوم الصبح، امر عليهم كلهم واديهم بسله. ودي مدرستي، يعني انا ده اللي انا شغال بيه. ما اعرفش بقى ميكس ولا مش ميكس ولا الحاجات دي، انا اللي اعرفه ان الحمام بياكل حبوب. تمام. وهو خلاص خلص المرحله بتاعته، بقوم مديله شويه زي دول كده، هسيبه هو يفوق لنفسه، وهيعطش، فهيقعد يجري على امه كتير، فهتبدا تديله ميه بذره، فهيبدا ياكل ويعيش حياته الطبيعيه، وياخد من رئه ابوه وامه، وياخد من مناعته اللي ربنا خلقه بيها. تمام. ف وعشان ما حدش بس يفتكر حاجه، انا مش بتكلم على حد من بتوع الميكس. تمام. انا بتكلم انا شغال ازاي يعني. اهو بقوم الصبح مر عليهم كده وعديهم. في زغاليل بقى خالص، زغاليل بتبقى قطعه خالص. بيبقى حمام اصلا ما بيعرفش يجيبه. ثواني كده هنجيب لكم حته تشوفوها. اهو زغلول زي ده، اسود كشك هو، بس بصوا ما فيهوش. آه، هو حجمه صغير او سنه صغير كمان عن ان هو يتزق بسله والحاجات دي. بس انا بعمله زي اختبار كده، ايامه مدياله درع ويجا وسنه لبن، اللي هي سنه التخشين اللي انتوا بتبقوا عارفينها في السن ده. اديته انا حبايتين درع ويجا على حبايتين بسله في اول يوم، جربت شفت هضمه بيعمل ازاي. جيت تاني يوم ما لقيتهمش، حطيت له بعد كده ثلاث حبايات بسله، جيت ما لقيتهمش. حطيت له خمسه ما لقيتهمش. معنى كده ان هو تصريفه شغال وهضمه كويس. ما بزودلوش، بحط له 5 حبايات كده واقوم سايبه تحت امه وهي تكمل له. بس انا بعمل كده ليه؟ عشان ما يجيش عليه مثلا بالليل وما يبقاش فيه اكل في بطنه ويترعش ويقعد يتكتك كده ويبدا ان هو يكش وما يرضاش يستجيب منهم. بحرك له دنيته. تمام. علشان تنجح في الكشك او في الحمام القاطع، اظبط بقى كلر هيد جعفري، الحاجات دي كلها لازم تشتغل كده، لازم يبقى ايدك في الزغاليل. مفيش هتجيب عامل تديله فلوس يعمل لك القصه دي. تمام. يا اما بقى تجيب حمام بعظم طويل، حمام العظم قصير كله صعب وبيصرف. تمام. هو البسله وتديها له كده، هرجعه بس عشان البرد وجري. تمام. دي كانت نصيحه كده او معلومه للحمام الكشك. تاني حاجه بقى كنت عايز اتكلم عليها، بقالي كذا يوم، بقالي كذا داخل في فتره كده صدري محشرج. فاللي عرفته من الحمام. تمام. فاي حد طالع لوجه الله، اي حد طالع مثلا عند حمام، عشان بقى انا عندهم فتره كنت بجيب كمامات وبتاع وكده، بس كانت برضه بتدخل، فبقيت اجيب تيشيرت واقوم حاطه كده على مناخيري وانا داخل وانا خارج. تمام. عشان بس الناس اللي بتربي وكده، الريش بتاع الحمام ده بيضايق الصدر شويه. خصوصا وانت لما انا بقعد اوقات كتيره معاهم، يعني ممكن اقعد لي 5 6 ساعات 7 8، ممكن اقعد اليوم كله. تمام. مع التنظيف والحاجات دي كلها. فاللي احنا كنا بنقوله عشان ما فيش حاجه تقع منكم في الشتاء، الطاجن يبقى فيه الفرشه بتاعته، وتصحى انت الصبح كده تديهم شويه بسله، وهي الدنيا هتبقى معاهم مظبوط. تمام. ولو في اي حاجه تانية في فيديوهات كده وقفت معايا هقول لكم برضه عليها، او التحصين. يعني لو التحصين في اليومين دول كده كل زغلول يطلع في العمر ده. تمام. تيجي هنا في لحم الصدر كده وتفتحه، تفتح لحم الصدر كده وتديله. موضوع الرقبه ده موضوع فاشل،
طلعت وكل الناس بقوا يعملوها، الموضوع فاشل، بتيجي في النخاع الشوكي وتموته. ولو المصل ما صرفش بيكلكع فيه وما بيعرفش يبلع. فانا شغال بقالي سنه ونص في الصدر. تمام، تديله الجرعه بتاعته. المصل الهولندي بيتباع في الدشناوي، واهم حاجه يكون المصل مش فاصل، ما يبقاش عامل زي لبن يبقى نصه ميه ونصه ابيض، لا يبقى كله ابيض. وما تخليش الدكتور يرجه عشان ما يبانش ان هو فاصل ولا مش فاصل. تمام، وانت رايح تشتريه من الصيدليه قول له ما ترجوش، هاته زي ما هو كده سليم. عشان هو بيبقى مثلا النور قطع عندهم وفصل باظ ويقوم بايعهولك. هو دلوقتي غالي، معدي ال 1000 ولا 1500 ولا داخل على 2000 معرفش. انا بقالي 4 شهور وما اشتريتهوش. تمام. وهي دي المشاكل بتاعت الزغاليل في الشتاء، ان هو يطلع. وانا بعد كده هشوف ناس من بتوع الفحم دول، او الفحم ايه اللي هم بتوع الفران، واعمل طاجن كبير. الطواجن الكبيره هي اللي الزغاليل بتقعد فيها، واحط لهم موكيتا يعيشوا بقى مستنجفين على الاخر. انت بقى انت هيقتل لهم كل حاجه. وفي الفتره دي برضو بتاعت الشتاء دي الجو عمال يقلب، فحاول تجيب اللي هو التحديد بتاعه وزود فيه الفحم جامد، لان التخزين بتاع الذره والمطره والكلام اليومين دول كده بيبوظ الذره، والفحم بيشد السموم من الجسم، عشان لو كان في سموم فطريه في الاكل ولا حاجه. تمام. ودي كده كانت ايه نهايه الحلقه. ولو في اي حاجه كده حصلت يمين او شمال هعمل بيها فيديو برضو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.